الكلاسيكو، استمع إلى الكلاسيكو يا رباه، استمع إلى العميد. الآن في نص الملعب، فيها تمريرة من أو محاولة من فهد المولد، فيها مرور، فيها تمريرة، فيها عرضية، فيها اتحاد يا رباه. احذروا. يقول لك الكرة أهداف، وهذا المثال ينطبق نفسه هو على مباراة الهلال والاتحاد. الهلال كان يهاجم طول الوقت وهو المستحوذ، كان هو اللي يضيع الفرص، وفي النهاية الاتحاد بيفوز 2-0. نبدأ الحلقة. الاتحاد رشحه من افضل الفرق اللي استغلوا المساحات في العالم، انه فريق جدا ممتاز لانه يستغل مساحات الخصم ويعرف كيف يستغلها، من ناحية اللعيبة السريعين، من ناحية التيكي تاكا، وايضا من ناحية القوة الهجومية. هذا الشيء ما يجي بسهولة على فكرة، يباله بعض التدريبات. بعد الوقت لازم تقوي دفاعك، لانه الدفاع له دور كبير بانه يحول الكرة من الدفاع للهجوم. اما بالنسبة للهلال كانوا يلعبوا على الكرات البينية، وفي الشوط الثاني الاتحاد صاروا يلعب على الكرات البينية، وكانت هي سلاح الاتحاد في الشوط الثاني، وكانت تشكل خطورة على مرمى الهلال في الشوط الثاني. تعالوا نشوف تشكيلة الفريقين. بالنسبة لتشكيلة الهلال، المعيوف في الحراسة الشهراني على اليمين والبريك على اليسار، الحافظ وأسامة حساوي كانوا قلبي الدفاع. تعالوا نتكلم عن البريك. البريك كان جدا ممتاز من ناحية الهجوم، وكان جدا ما يظهر لنا انه هو كلاعب ظهير ايسر. هو لاعب جدا ممتاز من ناحية الهجوم، ويستاهل بانه يكون يحول دوره من الدفاع الى الوسط، لانه هو كان جدا ممتاز من ناحية توصيل الكرة، او عفوا من ناحية صناعة الألعاب اللي يسويها للهجوم، وأيضا من ناحية توصيل، ممكن نقول توصيل الكرة إلى الهجوم والتمريرات الرائعة للهجوم. الشهراني لم يظهر لنا اليوم قوته وسرعته، وهو كان جدا ممتاز يعني من ناحية الدفاع، لكن الهجوم كان ما يتقدم زي البريك. الشهراني دائما نعرف بأنه هو يهاجم ويتقدم ودوره هجومي رائع جدا، لكن اليوم ما سوى لنا أي شيء من ناحية الهجوم. الخيبري ضد الرويلي، وعفوا في المحورين. الخيبري كان دور الدفاعي رائع جدا، ودائما نعتاد عليه بانه يكون دور دفاعي. الرويلي كان يوصل كور خطيرة، وكان جدا ممتاز من ناحية يلعب كورات بينية خطيرة لكارلوس إدواردي وألفيس والعابد. بالنسبة للجناحين، ألفيس والعابد لم يظهر في هذه المباراة حقيقة. كان دوره يعني ما كان يساعده بأنه وكان يخفق بعض الشيء في هذه المباراة. ألفيس على اليمين، وأيضا زي ما قلت الأجنحة ما كانت لها دور كبير في المباراة، خاصة ما ورونا يعني. بالنسبة لإدواردو، لو تكلمنا عن إدواردو، هو دائما دوره يعني دائما يلعب راس حربة. لو المدرب خلاه راس حربة كان جدا ممتاز. هو دوره راس حربة، يبحث عن الكرات، أبدا دوره مو خلف المهاجم، لأنه إدواردو نعتاد عليه بأنه يسدد ويسجل ويهرب من رقابة المدافعين. ما أعتقد بأنه هو المفروض ينحط كخلف المهاجم، لأنه هو ما يلعب صانع لعب. راس الحربة الشمال.
بالنسبة لتشكيلة الاتحاد على السافر قرني في الحراسة: عدنان والمزاهر كظهيرين، عسير والنخلي قلبي دفاع. كانوا جدا الرباعي الدفاع جدا ممتاز من ناحية القوة الدفاعية والصلابة الدفاعية، وما سمحوا إلا قليل للهلال بأنهم يمروا ويكونوا في منطقة العمليات. الرباعي كانوا جدا ممتازين، الدفاع كان قوي جدا، ما سمح للهلال بأنه يخش منطقة العمليات. المحورين الأنصاري وخالد، الأنصاري كان جدا ممتاز، بالذات الأنصاري كان جدا ممتاز من ناحية افتكاك الكرة من الدفاع والتحول السريع إلى الهجوم. هذه خاصية في الأنصاري رائعة جدا. وأيضا ما نقلل من خالد اللي كان رائع جدا في هذا الدور، وخاصة الدور الدفاعي، ويعتبر لاعب خامس في الدفاع. على اليمين فهد المولد، وفهد المولد كان جدا ممتاز إذا واستغل المساحات الموجودة في الخلف بالنسبة لفريق الهلال، وكان يستغلها بمهاراته وسرعته وتمريراته الخطيرة والبينية. بالنسبة لكهرباء اللي خرج في الشوط الأول، كان رائع من ناحية الاختراق، وكان يبحث عن يبحث عن تقدم فينالويفا وأيضا الغامدي، وكان يحاول بأنه يخترق الدفاع. بالنسبة لفينالويفا كان جدا ممتاز، وكان يسوي نفس دور الأنصاري بأنه يدافع ويحول كور سريعة إلى الهجوم. الغامدي في رأس الحربة، وكان جدا ممتاز من ناحية البحث عن الكرة والتسديد. بالنسبة للأهداف التي سجلت في المباراة: بالنسبة لهدف الاتحاد، لو نلاحظ لاعبين من فريق الهلال ما قدروا أصلا يشيلوا الكرة من أحمد عسيري أو يبعدوها من أحمد عسيري، وهذا خطأ كبير من ناحية دفاع الهلال. ونلاحظ بأنه أحمد عسيري كان أتفوق عليهم في الكرات الرأسية. هنا الهدف خطأ من البريك، أبدا ما كان متابع فهد المولد إنه ممكن يروح منه يمين أو يسار، وهذا خطأ من البريك سبب هدف للاتحاد على الهلال. ترى هذا كان مدينة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك وسبسكرايب. كان معكم أخوكم محمد، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم.